كان في سؤال بيتسأل، انا ليه اشتري صورة مرسومة وانا ممكن اشتري الصورة مطبوعة واخدها في نفس الوقت؟ اول حاجة ان الصورة المطبوعة عمرها ما، اول حاجة الصورة المطبوعة مش هتلاقي فيها احساس، هتلاقي صورة زيها زي اي صورة، زيها زي اي يافطة موجودة على محل مثلا او موجودة داخل محل. ايه اللي يميز الصورة المرسومة عن الصورة المطبوعة؟ الاحساس اللي موجود في الصورة مش هتلاقيه موجود في اي لوحة تانية. جبت لوحتين الاتنين رسامين بنفس الشكل، عمرك ما هتلاقي الإحساس اللي موجود في الصورة دي في الصورة دي. هتلاقي إن الصورة دي ليها إحساس والصورة دي ليها إحساس، وهتلاقي الصورة دي ليها إحساس وهتلاقي الصورة دي ليها إحساس مختلف عن التانية. فعشان كده الصورة المرسومة بتختلف في الإحساس بتاعها، في التفاصيل بتاعتها، في الملمس بتاعها. انت الصورة دي هتلاقي فيها إحساس، انت كل ما بتمشي إيدك كل ما انت بتحس بالتفاصيل بتاعت الصورة، بالملمس بتاع مثلا بتاع المعجون، بالشكل. انت عمرك ما هتلاقي البروز ده موجود في الصورة المطبوعة. عشان كده دايما بيختلف الصورة المطبوعة عن الصورة المرسومة في الإحساس بتاع الإيد، والإحساس اللي أنت بتحسه اللي موجود في الصورة. إحساس الفنان لما بيكون مبسوط بيبان في الريشة بتاعت الفنان. عشان كده دايما بيختلف الصورة المطبوعة عن الصورة المرسومة. بس كده كفاية.